من زيارة الوفد الشعبي التونسي لسوريا، زار الوفد جرحى الجيش والقوات المسلحة بمشفى الشهيد يوسف العظمة. وتبرع أعضاء الوفد بالدم لبواسل قواتنا تأكيدا منهم على وقوفهم إلى جانب من يصون كرامة الأمة ويدافع عن قضاياها، تعبيرا عن امتنانهم وشكرهم لسواعد تحارب إرهاب العالم الذي اجتمع أعداء سوريا على دعمه لتدمير بنية الدولة السورية التحتية والاجتماعية واغتيال الموقف والقضية. زار أعضاء الوفد الشعبي التونسي جرحى الجيش والقوات المسلحة بمشفى الشهيد يوسف العظمة تأكيدا منهم على وقوفهم إلى جانب سوريا قيادة وشعبا، وإيمانهم بالدور الذي يقوم به رجال الجيش العربي السوري بالدفاع عن تراب سوريا، قلعة المقاومة العربية في وجه المخططات الاستعمارية وأزلامها. نحن ندرك جيدا ويدرك العالم كل العالم بأن الجيش العربي السوري وبواسل الجيش العربي السوري يخوضون ملاحم على الأرض السورية لتحريرها وتطهيرها من رجس الإرهابيين الوهابيين. أنتم ذخر للوطن ونحن معكم ونحييكم وننحني إجلالا وإكبارا لصمودكم. الجندي العربي السوري يدفع من دمه دفاعا عن حق العرب وعن حرية العرب وعن كرامة العرب، فطوبى لهذا الجيش وطوبى لهؤلاء الجنود البواسل. احنا جينا لهون نطلع على جرحى قواتنا المسلحة الباسلة. وليش أنا أقول قواتنا المسلحة الباسلة؟ لأن هذا الجيش جيش دافع عن كل الأمة العربية. هذه الدماء الطاهرة دين، وأن هذه المؤسسة العسكرية أصبحت مقدسة الآن عند كل مواطن عربي، ونحن نفتخر بهذا الجيش وندرك تماما أن بفضل هذا الجيش والمقاومة الشعبية مستقبلا سنحرر فلسطين. أعضاء الوفد التونسي تبرعوا بالدم لميامين قواتنا في بنك الدم، مفتخرين بأن دماءهم ستدخل إلى شرايين من يدحر الإرهاب وداعميه. شرف إلي إنه بتبرع للدم لأول مرة ولمين للجيش العربي السوري. يعني هاي قليل، يعني تبرع بالدم هاي قليل مشان يعني أسود ورجال عم يعني تدفع حياتها مشان تحمي تراب سوريا ومشان تدافع عن شرف الأمة. يعني في أجمل أنه واحد يعني ما قدرش على الأقل يقاتل مع الجيش السوري أنه يعطي دم للجيش السوري. الجيش العربي السوري تاريخ من التضحية والوفاء للعرب وقضاياهم، والتي تشرف كل عربي متمسك بأرضه وقضيته. لأخبار التلفزيون العربي السوري، محمد جربوع، بنك الدم، دمشق.